ثواني بعد الانفجار كانت في إجابة جاهزة، بس السؤال الحقيقي إزاي الحقيقة ظهرت بالسرعة دي قبل ما التحقيق يبدأ أصلا؟ ليلة رأس السنة قدام كنيسة القديسين، الناس خارجة من الصلاة وفجأة كل حاجة اتغيرت في ثانية. انفجار ضخم وضحايا وصدمة عمت البلد كلها. الاتفاق على الاقتحام، اما برضه هرجع للي قلته المرة اللي فاتت، قلت أطراف المؤامرة مش الإخوان لوحدهم. الإخوان هم اللي كانوا هيقشوا، هم اللي هياخدوا السلطة. بعدها مباشرة خرجت تصريحات رسمية بتتكلم عن هجوم إرهابي وربط سريع بجهات خارجية زي حركة حماس مثلا. بس هنا أول علامة استفهام، إزاي تم تحديد جهة مسؤولة بالسرعة دي؟ فين التفاصيل؟ فين الأدلة اللي اتعرضت للناس؟ لأن قضايا زي دي الحقيقة مش بتبان في ساعات. بعد أيام البلد دخلت على ثورة 25 يناير والملفات كلها تقريبا اتفتحت من جديد، ومن ضمنها ملف التفجير. مع الوقت ظهرت تصريحات وتقارير بتتكلم عن احتمالات تانية مش بتتهم بشكل مباشر لكن بتفتح باب مهم. هل ممكن يكون في دور لعناصر داخلية في التفجير؟ البابا شنودة طلب من مبارك إقالة حبيب العدلي. اسم حبيب العدلي اتذكر في بعض الروايات كجزء من تساؤلات مش كإدانة مثبتة. والأخطر إن في كلام اتنقل عن البابا شنودة الثالث إنه كان عنده شكوك حوالين دور داخلي في اللي حصل، ومن ضمن الأسماء اللي ترددت في دايرة الشكوك كان حبيب العدلي، لكن مفيش حكم قضائي نهائي قال إنه كان ورا اللي حصل. طيب لو مفيش دليل قاطع ليه الأسماء دي بتتكرر؟ وليه لحد النهاردة الملف ده مش مقفول في ذهن الناس؟ ولو افترضنا إن في تقصير أو حاجة اتسابت تحصل، هل ده كان قرار فردي ولا كان في علم من مستويات أعلى؟ مفيش دليل قاطع يثبت إن حسني مبارك كان على علم مباشر، لكن غياب الإجابة هو اللي مخلي الأسئلة تعيش. في القضايا الكبيرة المشكلة مش بس في الجريمة، المشكلة في الرواية اللي بتتقال بعدها. الخطة الأمريكية للمؤامرة بما شارك فيها بالدعم أو كانت بالتنسيق مع الإخوان، حزب الله، حركة حماس، أي تنظيم فلسطيني بيدعي الإسلام. تفجير كنيسة القديسين مش مجرد حادثة إرهابية، ده لغز مفتوح، والحقيقة يمكن تكون اتقالت بس مش كاملة.